محمد، حتى لا نغالط الراي العام، وانت محامي ورجل قانون. يوم السبت هنالك عون امن ضرب وانباء تتحدث عن لحظه خلينا نكمل لك عاد سؤال، خلينا نكمل لك. لا خاطر تقول لي فما عون امن ضرب، مش صحيح. لا كيفاش مش صحيح؟ عون الامن بنفسه، رئيس المركز بنفسه قال له راني انا ما صار لي حتى شيء ومانيش تاخذك. وكيفاش هما في وسط الدار؟ شوف كيفاش نجم تقول لا 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 شهاده تلفزيه. لا سي محمد يعيشك، هذه فيها شهاده تلفزيه وفما امبيلونس والراجل تغرز له في جبينه غرز واحد. لا مشات الحكايه اخرين الامبيلونس. لا 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 الامبيلونس شات حكايه اخرين. لا سي محمد ارجوك. حتى سي نزار عيات قالها، المحامي الاخر قال وقع تدافع تاع الشخص. كيفاش ينجم هو يدعسوا بالواحد؟ كيفاش يختاروا؟ كيفاش نجم يدعسوا؟ ما تجيش معناتها، ماهيش معقوله وما عندهاش حتى معنى. وهي هذه وقع معناتها اختلافها لتبرير معناتها يا سي محمد اسمعني ارجوك اسمعني. الكلام هذايا مش قلناه هكاك، اولا قال في اذاعات وفي تلفز اولا، ثم ثاني حاجه قالوا قاضي التحقيق نفسه سي منير بن سعيد وموثق، قال موثق الكلام هذايا، وقال اكثر من هكا انه هو تحول الى هناك مش في اطار ما تحكي عليه انت انه اجراء غير قانوني لانه مش متاح عليه باش يتنقل، هو تنقل من اجل معاينه الموضوع هذاك حسب كلامه هو، لانه كان فيه عمليه ضرب للعون الامن وثم غرز في جبينه العمل الامن هذايا، وانتقل الى وقع نقله الى مستشفى المرسى حيث وقع تداويه هناك مداواته هناك وخرج منها في الساعتين ونصف بتاع العشيه. انا احدثك عن وقائع تحدث عنها قاضي التحقيق وتداولها الاعلام التونسي اليوم في الاذاعات وامس في التلفزات وحتى في بعض الصحف ايضا. معناتها الكلام اللي يتقال في الاذاعات اذا كان المصدر نتاع يا سي محمد قالوا قاضي التحقيق. انا نقول لك كيفاش هذا انسان في وسط دار كيفاش ينجم يدعس سيد عون الامن باش دعسوا الساعه طيب سيارته هو في وسط الدار، هما في وسط الدار. يا سي محمد الكل في وسط الدار موجود. يا سي محمد باش نقول لك كيفاش معناتها الراي العام اللي انا معناتها نحترم ونعترف به فسر لي كيفاش بنهار الجمعه احنا على بالنا عن طريق وسائل شو اسمه الاتصالات الاجتماعيه وانه السيد حكم الحقيق سيتحول يوم السبت الى منزل كمال الطيف. كيف لا ما شفناهاش. من اين مصدره؟ ما شفناهاش. وقت اللي شكون مشات؟ ما شفناهاش. وين هذه سي عمار؟ نعم ما شفناهاش هذه. قالوا نهار السبت باش يتحول الى لا موجوده. لا اللي سمعنا سي نزار. لا يا سي محمد اسمعني، فما حيثيات ما نعرفش انت ما في بالكش بها، وهذا غريب لانك احد محامي الدفاع، والا انت ولا انت سامحني تحاول تبعدنا شويه على الموضوع، سامحني عايشك، لانه فما القاضي التحقيق تحول هناك بموجب دعوه تلقاها من فرق امنيه هناك استعصى عليها جلب المتهم كمال طيف او المظنون فيه كمال طيف، لم يتنقل بمفرده هناك وبضغط ايضا من اطراف امنيه من فرق امنيه هناك، بل هنالك فرق امنيه عززت الفرق الموجوده لمقاومه استعصاء كمال طيف. هذه وقائع يا سي محمد ما نجموش ننكروها راهو، وتحدث عنها حتى سي نزار عياد قال عليها. اسمع اذا كان انت عندك الوقائع هذه مش انا عندي، الراي العام التونسي عنده، قاضي التحقيق المحكمه عنده هذايا. لا اسمع شوف تو هنا معناتها ثم وقعت يقع خل يبقى يا سيدي منيح برا فرضا نعم. والسي كمال الطيف ودعس ولا كل شيء. سامحني السيد حاكم تحقيق تواجده في المكان في انتم شديتوا فيها ما ينجم يتواجد في الحاكم سموه هذا هو انتم شديتوا في النقطه. الجمهوريه هو المختص بالنظر في الامور هذه، راهو مش صحيح معناتها وقت نحبوا نعطيو الراي العام يلزمنا نعطيوه الصحيح. اذا كان ثم العمليه هذه وانا نقول لك معناتها هاو نمشي معك فرضا نقول لك يا سيدي موجود تفضل يا سيدي راهو من اختصاص السيد وكيل الجمهوريه، راهو مش من اختصاص السيد حاكم تحقيق. نعم واضح يا سي محمد واضح سي محمد، واشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذه الافادات اللي تكرمت بها علينا، وان شاء الله في فرص اخرى نسمعوك اكثر في هذا الملف وغيره. سي بشير تحب تعلق على الموضوع هذا؟ يعني عندنا اشكالين هنا في الموضوع هذا. الاشكال الاول ان هنالك عمليه استعصاء قام بها المتهم كمال طيف وامتنع عن الاستجابه للفرقه الامنيه اللي مشات، وهذه قالها قاضي التحقيق اول امس كان معنا في الفي تي ار ثم جانا مباشر في الهاتف ووضح المساله هذه. ثم عندنا مشكل ثاني
اللي حاول يبعد عليه سي محمد عمار، وهو انه اليوم في المحكمه وقع تعاون الى درجه التحالف، وسئل سيدي زار عياد المحامي الثاني بتاع او رئيس لجنه الدفاع بتاع كمال طيف، سئل عن تحالف او تعاون بين النيابه العموميه والمحامين، وهي اول مره توسي عبد الرؤوف يقول لنا بعدين كقانونجي اول مره يحصل في القضاء التونسي هذا. يعني النيابه العموميه عموما كانت دائما ضد المحامين وضد الدفاع. كيفاش تعلق على هذا؟ يعني هذه من العجائب اللي نعيشوها في تونس بحق يعني. نعم. وصدمتي يعني اليوم في اللحظه هذه بعد ما سمعت يعني المحامي يتكلم، يعني كانت صدمه مضاعفه. نعم. صدمه مضاعفه لانه فيه نيه واضحه وصريحه انه يبدل وقائع عشناها وشفناها بعينينا. ما يصيرش ثم قناه كانت تعدي في المباشر وثم معلومات موثقه وانتم ما تحكوش من فراغ، ويعني شهاده قاضي التحقيق موثق، يجي اليوم يقول لي ويحكي لي على اشياء اللي بالحق واحد من الناس يتساءل. انا في حاله صدمه، في حاله صدمه كتونسي امن بالثوره هذه. صدمه انه مواطن تونسي ما يعنينيش تاريخه، ما يعنينيش شكون هو اصلا. انا اليوم نتساءل من هو سي كمال طيف، من هو باش اليوم حزب سياسي يعني اعضاء من حزب سياسي يخرجوا بالحمله، يعني مخرجينهم من الحمله بزفه بين قوسين يعني من فضاء المحكمه. يعني وين نحن؟ وين نحن في تونس؟ لا يا سيدي، هذا السيد استعصى على القانون واستعصى على تطبيق قانون، يعني حاجه من اثنين، يا انا باش نصدق كلام يتقال تو نعم من ناس محلفين، والا باش نصدق كلام من قاضي مسؤول، وباش نصدق ما رأته عيني وما تداولته وسائل الاعلام وما شهد به السيد هذا يعني الشرطي، واللي ما شفناه يعني والناس الكل نتصور شافت يعني اشياء موثقه، ما نحكوش على حاجات فارغه. يعني بالحق السؤال يطرح نفسه اليوم بقطع النظر على هل هما يعني مشاو الحاجه يعني تمشي لي حاجه شكليه اجرائيه، انت اللي عملتوه الكل خلل اجرائي في خلل. نعم. يعني شو معناتها تستعصى على القانون؟ سامحني رئيس الجمهوريه في قضيه شكري بالعيد عندما اتى قاضي التحقيق الغى جميع كلنا نهار السبت هذا يعني وقبل الحكم التحقيق ما ثم حتى تونسي فوق القانون. نعم. اذا كان مازالت ناس تصور روحها فوق القانون في تونس اليوم هذا حاجه خطيره برشا. نعم. واذا كان اليوم اللي تحكي عليه سيادتك ويحكي عليه يعني الاخيان هالتحالف الغريب هذايا والتوليفه باش نخرجوا السيد هذا، انا بقطع نظر على القضيه وما تعنينيش بتاتا هالقضيه، هي قضيه بطبيعه من ضمن القضايا والله اعلم، ولكن انا توا اليوم تتعزز شكوكي اكثر كي نشوف يعني بحجم الممارسه اللي صارت اليوم. نعم. بحجم يعني فلنقل الاحداث الفظيعه اللي حصلت يعني يوم شو معناتها يقول لك 24. والبارح يعني سمعت في برنامجكم زاد الموقر. نعم. انه المحامي الثاني كي يتكلم على 3 ايام اعلام، الورك هو في القانون هو يوم 24 ساعه فقط. يعني ولينا في موجه نتاع تضليل مفرط، وذا نخافوا انه هالقضيه تدخل في المهاترات الزايده. انا في تقديري ثم اعتداء على سلطه الدوله، اعتداء ثاني وثالث ورابع على هيبه الدوله. نعتبر انه الامر تجاوز حدود الشخص، وانا بين قوسين لا اعرف الشخص ولا اعرف تاريخه، وعلى الاقل على عند علمي لا اراه اليوم يمارس السياسه ولا البارحه مارس السياسه. اذا كان نشوفوا اليوم محاط بالسياسيين وبرئيسه جمعيه القضاة تتكلم، والنقابات الامنيه اللي كانت تحكي على اشياء بسيطه لم تتضامن حتى مع رفيقهم اللي مصاب، انا نطرح سؤال كبير: اين نحن؟ نعم. أين نحن قال لك؟ وهذا اعتداء على هيبة الدولة وعلى سلطة الدولة، وهذا غير منطقي. التحالف بين ظفرين تحالف